جايزة نوبل فيها فلوس كتير، 11 مليون كورونا سويدي، واللي ممكن تعادل 1.2 مليون دولار. وانت عارف بقى الدولار عامل كام النهارده انا مش هقول لك طريقة واحدة بس عشان تكسب نوبل، انا هقول لك طريقتين اتكسبت بيهم جايزتين نوبل السنة دي، نوبل للسلام ونوبل للطب. في طريقتين انك تكسب نوبل، خلينا نبدا بالطريقه السهله اللي اتعملت السنه دي في نوبل للسلام، وخلي الطب ده الحلقه الجايه. جائزه نوبل للسلام اسهل حاجه في العالم تكسبها، هما خطوتين. الخطوه الاولى تعملي سبسكرايب هنا، الخطوه الثانيه انك تطلع تقول انك وقفت 8 حروف في 8 شهور وانت ما تعرفش اي حاجه عن اي حاجه. ايه ده؟ ما تسيبهاش؟ النرويج عملتها معاه. ازاي ما كسبهاش؟ امال مين اللي كسبها؟ حاليا في الوقت اللي بنتكلم فيه ده، فنزويلا البلد اللاتينيه اللي في امريكا الجنوبيه دي، الدنيا فيها مولعه. فنزويلا غرقانه في ازمه حقوق انسان، على اساس يعني ان العالم فيه حقوق انسان وكده، لو نسيت السنتين اللي فاتوا دول. بعد انتخابات يوليو 2024 واللي اعلنت فيها الحكومه فوز مادورو رغم الشك في نزاهه الانتخابات دي، اشتدت حمله قمع على المعارضين جدا. الحكومه اطلقت عمليه اسمها تون تون. ودي عملية شاملة فيها مجموعة من الاعتقالات التعسفية، مجموعة من الاختفاءات القسرية، تعذيب وقتل المتظاهرين، وأكتر من 850 سجين سياسي محتجزين في ظروف قاسية بدون تواصل مع العالم الخارجي في الفترة اللي فاتت دي. بس فوق ده كله أكتر من 20 مليون فنزويلي عايشين دلوقتي في فقر مدقع، من 28 مليون نسمة أصلا اللي هو إجمالي تعداد الشعب، مع نقص رهيب في الأكل والرعاية الصحية، و8 مليون شخص اضطروا يسيبوا البلد من 2014 لحد دلوقتي. وده اللي بيخلي الأزمة واحدة من أكبر أزمات اللجوء السياسي في العالم، بس هم أجانب فممكن نهتم بيهم عادي. المهم، في وسط الأزمة دي كانت موجودة ماريا كورينا ماتشادو، بطلة حلقة لندن. اتولدت ماريا في كاراكاس فنزويلا يوم 7 أكتوبر 1967. درست الهندسة في جامعة أندريس الكاثوليكية، بعد كده أخذت الماجستير في التمويل من معهد الدراسات العليا للإدارة في كاراكاس. حياتها المهنية بدأت في صناعة العربيات في فالنسيا، وبعدين رجعت لكاراكاس وابتدت تشتغل على الأطفال المشردين من خلال مؤسسات اللي ممكن تساعدهم من خلالها. لكنها بعد كده سابت المشاريع دي لأنها كانت بدأت تتحول للسياسة شوية. في 2001 أسست ماتشادو منظمة سوماتي، وأتمنى أكون نطقتها صح، وهي منظمة مدنية تطوعية هدفها مراقبة الانتخابات وضمان نزاهتها. التجربة دي خلتها تواجه الحكومة مباشرة، خصوصا تشافيز رئيس فنزويلا في الوقت ده. المواجهات دي خلت الحكومة تتهمها بالخيانة، واللي عزز ده إنها كانت بتاخد دعم مالي من الولايات المتحدة في الوقت ده. من هنا بدأت رحلتها في المعارضة السياسية. بعد فترة دخلت البرلمان عن ولاية ميرندا في 2010، وواجهت تشافيز رئيس فنزويلا الثاني من البرلمان، وكشفت مشاكل حقيقية هو كان السبب فيها زي الفقر والجريمة وتأميم الصناعات. وبكده ماريا بقت رمز للمعارضة اللي وقفت بعد كده ضد مادورو رئيس فنزويلا الحالي، وقادت احتجاجات كبيرة ضد القمع السياسي. وده كله نقلها من فكرة انها رمز للمعارضة لانها بقت دلوقتي رئيسة المعارضة كلها السياسية. ماريا حاولت كتير تترشح للرئاسة، اخرهم كان محاولتها للترشح لانتخابات 2024، لكنها مش بس فشلت، لكن السلطة الفنزويلية وقتها منعتها من الترشح لمدة 15 سنة جاية بحجة تورطها في مؤامرة فساد مرتبطة بحكومة خوان جوايدو المعارض برضه، واللي كان مدعوم من الولايات المتحدة ودول الغرب. القرار ده تعرض لانتقادات كبيرة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول حوالين العالم كله، اللي وصفوه بأنه تعسفي ومصطنع سياسيا. وبسبب قيادتها لمعارضة الديكتاتورية وتضحيتها تقريبا بحياتها وحريتها عشان شعبها، ماريا السنة دي تكسب جائزة نوبل بدل ترامب، واللي كانت بترجع تمجد في ترامب بعد كده وتقول ان هو يستحقها اكتر منها وتعظم فيه بس ليه بقى ده حصل؟ لانها ببساطة الولايات المتحدة كانت بتدعمها وبتدعم معارضتها، وهي بتدعم الولايات المتحدة وبتدعم رئيس الولايات المتحدة وبتدعم سياسات الولايات المتحدة وبتدعم قرارات ترامب بشأن غزة وخطة التهجير اللي كان بيحلم بيها، لان الست دي ست مش تمام اصلا. احترمي نفسك يا ولية. بص، هي ممكن تكون حد كويس مع شعبه بس ده ما يخصنيش، هي مش تمام معايا وبتدعم سياسات ضدي وضد اخواتي. في الختام، سواء كسبت جائزة نوبل في أي مجال، حاول يكون إنجاز حقيقي، واللي بتقدمه للعالم عشان توصل للجائزة هو ده الجائزة نفسها. وانت لو كسبت جائزة نوبل ما تنساش يعني اخوك بحاجة، ها يعني حتة سبسكرايب كده مش هيأثر معاك، يعني حتى لو معكش نوبل انا مسامحك، بس اعمل سبسكرايب يلا. وبس كده يا زعيم، ولا بقول كفايه كده النهارده. احنا اتكلمنا عن جائزة نوبل للسلام. المرة الجاية ان شاء الله هكلمك عن الطريقة التانية للفوز بجائزة نوبل، وهي بقى عن جائزة نوبل للطب، واللي قصة اعمق واقدم من كده بكتير. بس كفايه كده النهارده، شكرا لانكم كملتوا الحلقة دي عن جائزة نوبل للسلام، وسلام.